في خبر عاجل قبل قليل، أمن طنجة يوقف البرلماني والملياردير سمير عبد المولى. لهذا السبب متابعينا الكرام، قبل ما نبدأ لا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك في القناة من أجل التوصل بكل جديد. فكما جاء، كشفت مصادر متطابقة أن المصالح الأمنية بطنجة أوقفت الملياردير والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى قبل قليل من يومه الخميس بسد قضائي قرب مطار ابن بطوطة بعاصمة البوغاز. وجرى توقيف عبد المولى بعد عملية تنقيته بالسد القضائي، حيث كان اسمه ضمن لائحة الأشخاص المطلوبين وطنيا من طرف مصالح الأمن. وتم نقل عبد المولى إلى مقر ولاية أمن طنجة، حيث جرى الاستماع إليه ليتضح أنه موضوع شكاية بسبب إصداره شيكات بدون رصيد قيمتها مجتمعة هي 16 مليون سنتيم.